أهلاً، إزيك؟ أنا ألكسندر موتا، والنهاردة هجاوب على سؤال عن وجع في الصدر بيمتد للظهر. جالي أسئلة كتير جداً في تعليقات الفيديوهات الأخيرة، وكمان على كل الفيديوهات اللي عددهم أكتر من 120 فيديو. طيب، الأسئلة كتير جداً ومش قادر أرد على الكل للأسف. بس علي النهاردة السؤال اللي هجاوب عليه من ليدي آن ألفيس. هي بتقول: أهلاً، صباح الخير. جوزي بيحس بألم تحت صدره وبيروح لظهره من الناحية اليمين. إيه ممكن يكون ده؟ طيب يا ليدي آن، الموضوع كده في عدد كبير جدا من الحاجات اللي ممكن تسبب أو تساهم في الألم ده. تمام، لو كان في الجهة الشمال كان هيبقى الموضوع مقلق أكتر شوي. ليه؟ عشان القلب في الجهة الشمال، وده طبيعي مع الألم اللي ورا عظمة الصدر. صح؟ الألم ده في الصدر وبيوصل للظهر أو للوحي الكتف أو حتى للذراع الشمال، ممكن يكون علامة إن القلب بيبعت لك إشارة عشان تاخد بالك وتعمل فحص. ماشي. بما إن الوجع عند جوزك في الجهة اليمين، ده بيخلينا نفكر في الجهة التانية من الصدر أو الجهة التانية من الحجاب الحاجز، صح. اللي هي علاقة الكبد. أنا مش بقول إن كبد جوزك فيه مشكلة، بس ممكن يكون فيه خلل في الحركة أو تغيرات في حركة الكبد، عادة بتسبب الآلام البسيطة دي في المنطقة دي تحت الصدر، وأحيانا بتنتشر للظهر. تمام؟ حاجة تانية ممكن تكون مشكلة في حركة الضلوع موجودة في الناحيتين هنا. صح؟ اعتبر إن كل صباع من صوابعي هو ضلع، فلازم الضلوع تفتح لقدام وتفتح للجانب. الضلوع السفلية تمام تحت الصدر لازم تفتح لقدام وللجانب وبشكل متماثل. لما يكون في ضلع مش بيتحرك كويس، ده بيعطل الحركة وبيسبب وجع في العظم، وجع في الضلع نفسه. صح؟ وجع عضلي أو أحيانا حتى عصب صغير بيتأثر أو بيتضغط، وده اللي بيسبب الوجع اللي بيتضايق ده. ماشي. مهم إن جوزك يعمل تقييم مع أخصائي أوستيوباثي كويس علشان يشوف إيه اللي ممكن يكون بيسبب أو بيأثر أو بيساهم في الوجع ده. في أغلب الأحيان بتكون حاجة بسيطة. ماشي، بس فعلا تستاهل إنها تتقيم. من دلوقتي إيه اللي تقدر تعمل؟ أو على الأقل توجههم، ابعت الفيديو ده لجوزك، ماشي، أو لأي حد تاني حاسس بألم مشابه. ممكن تعمل الآتي: حط إيديك هنا تحت الصدر كده وتتنفس وتلاحظ الحركة. مش المفروض تعمل نفس جامد ولا تملى صدرك أو تفضيه مرة واحدة. حاول تاخد نفس أطول شوية. هتحس بحركة ضلوعك في إيديك. صح؟ الضلوع لازم تطلع لفوق زي ما قلت، لقدام وللجنب بشكل متساوي، يعني يبقى الجنبين زي بعض. لو الجنب اليمين مش بيفتح، يعني لو جوزك بيتنفس وبيعمل كده، بص، بيفتح جنب واحد بس، ده معناه ان الضلوع دي محتاجة تتحرك، الضلوع والحجاب الحاجز كمان. ماشي. إيه اللي ممكن يتعمل عشان يتحسن الوضع؟ انت بتنام على جنبك الشمال والجانب اليمين لفوق. ممكن حتى تحط دراعك هنا فوق راسك وحاول تتنفس وتجيب الهواء هنا على الجنب اليمين. أنا هقف دلوقتي، بس تخيل إني نايم هنا، سريري اتمددت، فبص أنا متمدد هنا، الدراع هنا فوق، وبتتنفس بطريقة إنك عايز ترفع الضلوع اللي تحت دي هنا. بص، وفاكر إن النفس لازم يكون طويل. صح، كنت هوقع الكاميرا تقريبا. يا حرام على الموبايل. النفس لازم يكون طويل، يعني هتاخد نفس بالطريقة دي. في الأول ممكن يكون صعب تحرك المنطقة دي، بس حاول تاني. الموضوع مش قوة، هو موضوع طريقة. يعني لما تبدأ تعمل التمرين للمرة التانية أو التالتة، هتلاحظ إنها هتبدأ تتحرك. ممكن كمان تستخدم إيدك دي بدل ما تعديها فوق راسك، حطها مرتاحة هنا فوق الضلوع، وبكده هتقدر تلاحظ حركة الضلوع بشكل أفضل. اعمل كده مرتين في اليوم أو 3 مرات، 3 أو 4 دقايق كفاية جدا علشان ترجع الحركة الطبيعية للضلوع. ولما الضلوع بتتحرك بشكل متماثل، ده معناه إن غير إن الضلوع نفسها تتحرك، كمان الحجاب الحاجز شغال بشكل أفضل، والأعضاء اللي متصلة مباشرة بالحجاب الحاجز، خصوصا الكبد في الناحية اليمين والمعدة في الناحية الشمال، حركتهم كويسة ومرضية.
تمام؟ أنا أتمنى أن أكون ساعدت جوزك، وأي حد يحس بالألم ده في الضلوع أو الآلام دي اللي في الظهر وبتنتشر، صح كده؟ اللي ماشية على خط الضلوع، بس فاكر إنه مهم إنك تكشف، صح كده؟ لأن كتير من الأحيان الآلام دي ممكن تكون جاية من بعض مشاكل تانية. فهكتفي بكده، ببعت لكم حضن كبير وأشوفكم المرة الجاية. الترجمة